السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي. مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون في دروس السابقين. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة الحقيقة يوم 26 والحلقة رقم 26، والليلة دي ليلة وترية، ليلة 27. وزي ما انتم عارفين ان ليله القدر ربنا يغنمنا واياكم ليله القدر. ليله القدر بتيجي في الليالي الوتريه، واكثر ليله بتيجي فيها في الغالب بتكون ليله 27. وان كنا ما بنقولش ليله 27 يقينا هي ليله القدر، لكن هي اكثر ليله ممكن تكون فيها ليلة القدر. فعايزين نجتهد في العبادة وفي الطاعة وفي القيام وقراءة القرآن النهاردة والاستغفار والدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة. قالت: إذا كانت ليلة القدر فماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طب وش معنى النبي عليه الصلاة والسلام قال قولي اللهم إنك عفو؟ طب ليه ما قالهاش قولي اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي، أو إنك رحيم تحب الرحمة فارحمني؟ قال لك لأن العفو أبلغ من المغفرة. فالمغفرة تعني ستر الذنب، يعني ستر الذنب، يعني لا تعاقب عليه أيضا، يعني لا تعاقب على هذا الذنب، لكن ربنا هيذكرك به يوم القيامة، يقول لك عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا. أما العفو يعني هو المحو، لا تعاقب على الذنب ولا حتى تسأل عنه يوم القيامة. فعشان كده العفو أقرب وأعظم من المغفرة. ولذلك حديث البخاري، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله عز وجل عبده المؤمن يوم القيامة حتى يقربه إليه ويكون وضع عليه كنفه ويستره، ويقول: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا رب. وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا رب. حتى إذا ما قرره بذنوبه وعلم العبد أو أيقن العبد أنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول جل وعلا: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. ده لمين ده؟ ده اللي ربنا غفر له. أما اللي ربنا عفى عنه فلا يسأل أبدا عن هذا الذنب الذي ارتكبه بفضل الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فدائما نكرر هذا الدعاء في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن تكون الليلة هي ليلة القدر، وربنا يغنمنا وإياكم الخير. ندعو لكم وتدعو لنا إن شاء الله جل وعلا. عايزين نقول بقى في درس الليلة دي علو الهمة في العبادة والاستقامة. اتكلمنا في الدرسين اللي فاتوا عن علو الهمة في طلب العلم، لكن طلب العلم من غير عبادة يبقى ملوش لازمة، صح ولا لا؟ ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم إيه؟ لا ينفع. لأن فعلا ممكن يكون في علم لا ينفع، اللي هو الإنسان ما بيعملش بيه، يبقى انتفع بيه ولا حاجة. وإحنا قلنا في الدرس اللي فات في تفسير قول المولى عز وجل: وإنه لذو علم لما علمناه. قال قتادة رحمه الله رحمة واسعة: أي وإنه لذو عمل بما علمناه. وأوردنا حديث البخاري ومسلم في الرجل الذي يؤتى يوم القيامة اللي هو العالم، فيلقى في النار فتندلق أقتابه اللي هي أمعاؤه، فيدور حولها كما يدور الحمار برحاء أعزكم الله، ثم يجتمع عليه أهل النار: ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ده أنت كنت العالم بتاعنا. فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. تعالوا نشوف بعض النماذج الجميلة للعمل بهذه العبادة العظيمة والعمل بهذا العلم الجليل. الإنسان يتعلم ويعمل، يتعلم ويعمل. وذلك أن ورد في بعض الأثار أن سيدنا عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في 9 سنين، وفي رواية في 12 سنة. إيه السبب؟ قال: ما كنت أنتقل من آية إلى التي تليها حتى أعمل بما قبلها. يعني أقرأ قول المولى عز وجل كذا فأعمل به الأول، وبعدين أنتقل للآية اللي بعدها فأحفظها، لأن العلم ده سيكون إما حجة لك أو عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. في حديث رواه مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام مجتمع حوالين الصحابة وقاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ يعني من زار مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. 4 حاجات دولت لو اجتمعوا في إنسان في يوم واحد تكون علامة من علامات ان هو يكون من اهل الجنه. حتى ان اخ دمه خفيف كده مره اتصل بي قال لي: يا شيخ محمود، انا سمعت الحديث ده منك، قلت تاني يوم لازم اطبقه. سبحت الحمد لله صايم، ورحت زرت واحد مريض
وتصدقت على مسكين، ما فضلش بس غير ايه الجنازه، فمش لاقي ممكن اقتل قتيل وامشي في جنازته. قلت له لا طبعا. فيعني ايه المهم صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع انه لو اجتمعوا في انسان في يوم واحد فعلا دي تكون علامه من علامات انه من اهل الجنه. تعال نشوف برضو مثال تاني جميل جدا، وهو مثال عالي جدا من يعني من كثرة العبادة التي كان يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم إن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو طبعا ده كان مثل عالي جدا في العبادة، كان يضرب به المثل من كثرة العبادة لله سبحانه وتعالى. كان يصوم كل يوم، خد بالك، وكان يقرأ القرآن كل يوم مرة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فنهاه ان صيام الظهر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. من صام الظهر فلا صام ولا صلى، يعني فاهم ازاي؟ فكانه ما صام، يعني لا صام ولا افطر عفوا. فالشاهد في الموضوع ان يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان مشغول جدا بالعباده بشكل لا تتخيله، قال زوجني ابي، زوجني ابي وما كان بي من رغبه في الزواج. هو ما كانش عايز يتجوز، مش عشان حاجه سوى ان هو كان مشغول جدا جدا بالعباده، فكانت من الصيام موضوع الجواز خالص. وإن كان طبعا الجواز ده سنة من سنن الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الثلاثة الذين جاءوا إليه وقالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا بيفعل، فلما أخبروا بعبادة النبي عليه السلام كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. فواحد فيهم قال خلاص أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، والثاني أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، والثالث قال وأما أنا فأعتزل النساء. يلا، فالنبي عليه السلام عرف طب هم اللي بيعملوا ده مش عبادة؟ عبادة، بس ده نوع من العبادة نهى عنها الشارع، واخد بالك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني مع ذلك يعني ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعبد الله بن عمرو بن العاص بيقول زوجني أبي وما بي من رغبة في الزواج. قال فلما يعني الشاهد في الموضوع ان هو لما دخل بزوجته في ليلة الدخلة قام وصف قدميه وصلى، يعني بقد ايه؟ بحوالي 16 جزء من اول سوره البقره لحد اخر سوره الكهف، وهي طبعا واقفه وراه بتصلي، انها لو طلعت ممكن تطلق، المهم يعني في ايه واقفه وراه بتصلي. فجه الصبحيه عمرو بن العاص بيطمئن على حال ابنه، فراح لزوجة ابنه فقال كيف حال عبد الله؟ شوف بقى الرد، المرأة المحترمة المؤدبة، قالت نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف. هو ما عرفش اذا كان يتجوز ولا ما يتجوزش، انما هو ما شاء الله عليه في العباده 10 على 10. فشكاه عمرو بن العاص الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي بذلك دعا عبد الله بن عمرو بن العاص قال كيف تصلي؟ قال افعل كذا وكذا، فنهاه النبي عن ان هو يصلي الليل كله، صلي جزء من الليل. ثم قال وكيف تصوم؟ قال اصوم كل يوم. قال صم 3 أيام في الشهر. قال أوطيك أكثر من ذلك. قال له طب صوم الاثنين والخميس معهم. قال له أوطيك أكثر من ذلك. قال صوم يوما وأفطر يوما، وإنه أفضل الصيام إنه صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان كمان بيختم القرآن كل يوم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في أقل من 3، وقال إنه لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. فشوف كانت همته عالية في العبادة إزاي. ويمكن ده يفصل لنا الرواية اللي عند أحمد بسند جيد، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة 3 أيام ورا بعض. أدخل رجل كده بسيط جدا وماء الوضوء يقطر من لحيته، يخش يصلي ركعتين ويمشي، فاصطادوا بقى عبد الله بن عمرو. قال يعني قال له بالبلد كده يعني أنا مخاصم أبويا فحلفت إني ما أخش عنده البيت 3 أيام، ممكن تضيفني؟ قال له ممكن. ضيفه عنده 3 أيام دولت، قعد معاه. عبد الله بن عمرو ما شاء الله صيام بالنهار وقيام بالليل، فلا الراجل ده ما بيعملش حاجة خالص سوى انه بيصلي الفرائض، غير بس في حاجه بس بسيطه، كان اذا تعار من الليل كان يذكر الله طول الليل والنهار، قيام وعباده وصيام ومش عارف ايه، واخد بالك، ويا دوب بس لما بالليل بيقلق يذكر ربنا. فحتى قال عبد الله بن عمرو كدت ان احتقر عبادته. ايه اللي بيعمله ده؟ والنبي عليه الصلاه والسلام يقول على دوت من اهل الجنه. فقال له يا اخي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يقول ان انت من اهل الجنه، فماذا تصنع؟ قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي صدري غل ولا غش ولا حسد لأحد من المسلمين. فقال عبد الله تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. طبعا ثبت في أثر صحيح كالشمس، وإن كنا لا نحب أن نتحدث به كثيرا، أن عثمان بن عفان كان يختم القرآن كله في ركعة الوتر. طبعا كان لا يداوم على ذلك، لكن كان يحدث منه أحيانا أنه يقوم يصلي ركعة الوتر الله أكبر من أول البقرة لآخر الناس. فلك أن تخيل هذه الهمة العالية التي لا تخطر على قلب بشر. من ضمن القصص الجميلة في عبادة الصحابة، كان النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات وهم راجعين، أحد الصحابة دخل بيت مشرك من المشركين عشان يقتله، فكانت الدنيا ضلمة فما شافش، فسمع صوت حركة فطلع السيف وضرب، فبعد ما ضرب اكتشف ان اللي قتلها دي امرأة.
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة هيا نرحل من هذا المكان. فلما جه الراجل المشرك عرف ان واحد من الصحابة هو اللي قتل مراته، فقال والله لأقتلن 20 من أصحاب محمد، وفضل وراهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل في مكان كده فحبوا يستراحوا، فقال من يكلؤنا، من يحرسنا، مين يعني يتولى الحراسة بتاعت القافلة. فتبرع اثنين، واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار اللي هو عباد بن بشر وعمار بن ياسر. فعباد بن بشر وعمار بن ياسر قال له طب خلاص انت تحرس اول الليل وانا احرس اخر الليل. قال له ماشي. قام عباد بن بشر يحرس اول الليل، فقام فنظر الى السماء فوجد النجوم، فتذكر ان الكون كله يسبح بحمد الله جل وعلا، فقام وصف قدميه وبدا يقرا ويصلي قيام الليل بسوره الكهف. فجاء المشرك فراى عباد بن بشر، راح ضربه سهم نزل في بطنه، دخل في بطنه، فراح نازع السهم ومكمل صلاته. ضربوا السهم الثاني، والحديث رواه احمد بسند صحيح، ضربوا السهم الثاني فنزع السهم وكمل الصلاة. فضربوا السهم الثالث في مقتل، فنزع السهم وكمل الصلاة بسرعة وصح عمار بن ياسر. فالراجل المشرك لما سمع صوت عمار بن ياسر صحي فرح جري. فقال عمار بن ياسر يا عباد ولما لم تخبرني مع أول سهم؟ إيه اللي خلاك تتحمل الألم ده كله؟ قال والله يا عمار كنت في صورة فكرهت أن أقطع تلك الصورة، ووالله لولا أن النبي أمرني بحفظ ثغر من ثغور الإسلام ما قطعت تلك الصورة حتى ولو خرجت روحي. يا الله، الواحد يقول إيه عن الناس دي؟ شيء عجيب جدا. يعني بيقول له لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرني أن أحفظ الثغر ده وأنا واقف أحرسكم والله العظيم ما كنت أسيب الصورة دي أبدا حتى لو خرجت روحي. أمثلة عجيبة جدا. ثابت البناني رحمه الله رحمة واسعة كان يقول كابدت الصلاة قيام الليل، كابدت الصلاة 20 سنة ثم تلذذت به 20 أخرى حتى إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. يعني الله أكبر، زعلان قوي. ليه؟ أصل الصلاة دي هتخلص كمان 3 ساعات، فمتضايق جدا وزعلان طول الصلاة، قعدت الهم إن هو هيخلص بعد 3 ساعات. كابدت الصلاة 20 سنة وتلذذت به 20 أخرى. الحسن رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وارضاه كانوا يسألونه كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط، والجنة عن اليمين والنار عن الشمال، والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله، ثم إذا قضيت الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا. تخيل بقى الصلاة بالمنظر ده، عمرك صليتها مرة بالله عليك؟ سبحان الملك. وكان هناك رجل اسمه حاتم الأصم من خيرة التابعين. حاتم الأصم في يوم من الأيام فاتته صلاة العشاء في جماعة، فجاءه 3 من أهل المدينة يعزونه. يعزوه على إيه يا جماعة؟ مش عشان خسر في البورصة ولا عشان ضاع منه 10,000 جنيه ولا عشان عيل من عياله مات، لا، بيعزوه عشان فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة العشاء أو صلاة العشاء في جماعة. فالمهم فجاءوا إليه يعزنا أحسن الله عزاءك في فوات صلاة العشاء في جماعة، يعني بيعزوك إن مات له ميت. فبكى حاتم الأصم فقالوا علام البكاء؟ قال لا أبكي لأنني قد فاتتني صلاة العشاء في جماعة فجاءني 3 من أهل المدينة يعزونني، ولو مات ولد من أولادي لجاءني كل أهل المدينة يعزونني، فوالله لموت أولادي جميعا أهون عندي من فوات صلاة العشاء في جماعة. عشان كده ما تستغربش إن ربنا ينصر الناس ديت، ما تستغربش إن ربنا يعلى قدرهم، ما تستغربش إن احنا عمالين نجيب سيرتهم وكأننا بنتكلم عن شيء لا يطال إلا في عنان السماء. يعني فاهم ازاي؟ يعني شيء طبيعي. وكان هناك رجل اسمه الحسن بن صالح وأخوه علي بن صالح وأمه، ال3 عايشين مع بعض. أمه تقوم أول تلت من الليل تصلي وتصحي علي بن صالح، فعلي يصلي التلت الثاني ويصحي الحسن فيصلي التلت الثالث، وبعد كده ال3 يصلوا الفجر ويناموا أو يجلسوا في المسجد لحد الشروق. فماتت أمه فقسم الحسن وعلي الليل بينهما نصفين، ده يصلي النص وده يصلي النص. فمات علي فقام الحسن الليل كله. بيوت مليانة بطاعة الله وبيوت مليانة بالأنوار. عشان النهاردة إلا من رحم الله البيوت مليانة ليل ونهار بزخم الأغاني والتمثيليات والأفلام والمسرحيات، ده غير بقى القنوات الإباحية. أسأل الله عز وجل أن يتوب على جميع عصاة المسلمين. أنا عايز أقول لك حاجة، الإنسان اللي بيحب شيء ده بيكون فرع عن محبته لمن طلب منه هذا الشيء. يعني العبادة دي فرع عن محبتك لله جل وعلا. مين اللي أمرك بالعبادة؟ الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادتك لله ده فرع عن محبتك لله. أنت بتعبر عن حبك الشديد لمالك الملك ومالك الملوك جل وعلا. احنا بنقول النهارده سامحوني يعني في المثل ده، النهارده الراجل اللي مدمن مخدرات لما بيجي وقت الجرعة بيتجنن، يقول لك مش قادر استحمل والحقوني والجرعة وهموت، فاهم ازاي؟
أنا عايزك تتخيل نفسك كده وأنت رجل يعني مع الاعتذار عن اللفظ مدمن عبادة، مدمن صلاة، مدمن صيام، مدمن ذكر لله سبحانه وتعالى. فاهم ازاي؟ خلاص لا تستطيع أن تتخلى عن الصلاة ولا الذكر ولا القرآن ولا العبادة ولا الكلام ده كله، لمجرد أن أنت صليت الظهر وأنت قاعد جسمك بياكلك وقلبك بيتقطع. إمتى تيجي صلاة العصر هتجنن، إمتى تيجي الجرعة الإيمانية اللي جاية. فأول ما تيجي صلاة العصر تلاقي نفسك داخل بشوق شديد جدا وفرحة يعني ولذة لا تتخيلها. حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة سيد التابعين أدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام 40 سنة. 40 سنة ما فاتتوش تكبيرة الإحرام في خلف الإمام، بل إنه ورد في رواية أنه ما فاته حتى الأذان إلا وهو في المسجد. يعني حتى الظهر هيدن قبل ما يدن كان في المسجد واقف بيسمع الأذان ويردد خلف الأذان. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم عن عبد الله بن عمرو يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو صلى الله عليه وسلم، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهو ده الشيء، عايزين الجرعة الإيمانية ديت تبقى أنت مشتاق لها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو سيد ولد آدم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويثبت عند صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل حتى تتورم قدماه، فتقول أمنا عائشة: يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا الله، صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. أبو بكر كان رجلا أسيفا، كان عامل مسجد كده صغير في بيته ويصلي فيه بقى النوافل وكده، ويصلي ويبكي، حتى كان أبناء المشركين ونساء المشركين يجتمعوا حول بيت أبي بكر وينظرون إليه ويتعجبون. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتقول أمنا عائشة: يا رسول الله مروا عمر فليصلي بالناس، فإن أبا بكر رجل أسيف بكاء، فلعل الناس لا يسمعون قراءتهم من كثرة بكائه من خشية الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب كان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله، وكان يقسم الليل أثلاثا: تلت ينام فيه، وتلت يصلي فيه قيام ليل، وتلت يمر فيه واطمئن على الرعية. فيسأله رجل يقول: ألا تنام يا عمر؟ يقول: إن نمت الليل كله ضاعت نفسي، وإن نمت النهار كله ضاعت رعيتي. يا الله، حتى يسمع رجلا أعرابيا يقرأ قول المولى عز وجل: والطور وكتاب مسطور، إلى أن وصل إلى قول الرب الغفور: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فيسقط ويقول: قسم حق ورب الكعبة، ويمرض شهرا كاملا يعوده الناس ولا يدرون ما به، رضي الله عنه وأرضاه. وخبيب بن عدي، خبيب بن عدي لما أسره المشركون وأرادوا قتله في أرض التنعيم خارج مكة، فأرادوا أن يقتلوه، فكان مين اللي بيشرف على قتله في الوقت ده؟ أبو سفيان، كان لسه ما أسلمش. فطلعوه بقى على المشنقة، والحديث رواه البخاري، طلعوه على المشنقة ولسه هيقتلوه كده، فقال أبو سفيان: أتريد شيئا؟ قال: أجل، أريد أن أصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. وأول من سن سنة صلاة ركعتين عند القتل هو خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه. فنزلوه فقال: فتوضأت وصليت ركعتين وتجوزت فيهما، سرعت. ليه؟ قال: خشية أن يظنوا أن ما بي حذرا من الموت، مش خايف أموت، ده أنا فرحان جدا بلقاء الله، كما ثبت عند البخاري: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وأختم بقى بقصة جميلة جدا جدا بحب أذكرها دايما، أنه لقي القاضي شريح أو شرحبيل بن حسنة، ويسمى القاضي شريح أو شرحبيل بن حسنة، لقيه الإمام الشعبي، فقال الإمام الشعبي: كيف حالك يا شريح؟ خد بالك الاثنين أئمة كبار. الشعبي ده إمام علم كما جاء عن زيد عن مكحول قال: أعلم التابعين الشعبي. فلقي شرحبيل بن حسنة اللي هو قاضي شريح، قال: كيف حالك يا شريح؟ قال: بخير حال يا شعبي. قال: فكيف حال أهلك يعني زوجتك؟ قال: والله يا شعبي إني متزوج منذ 20 سنة. خد بالك بقى، لم أشكو من زوجتي مرة واحدة. تعجب الإمام الشعبي: أنت تقول يا عم شريح، يا ربنا يكرمك، في واحد في الدنيا ما بيشتكيش من زوجته في 20 سنة إلا مرة واحدة؟ وفي حد ما بيشتكيش منها في ال5 دقايق 20 مرة؟ يعني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك في نساء المسلمين جميعا يا رب العالمين.
فقال كيف ذلك؟ قال أخبرك يا شعبي، يا شعبي إني منذ دخلت بزوجتي وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا، فقلت أقوم وأصلي ركعتين لله. قال فلما صليت وسلمت وجدتها خلفي تصلي وتسلم بسلام، عارف السنة وجاية من بيت أبوها متوضية، تمام كده؟ قال فلما انصرف الأهل والأحباب مددت يدي إليها فقالت على رسلك أبا أمية، اصبر على رزقك. فاهم ازاي؟ على رسلك أبا أمية دي كنية الإمام شرحبيل بن حسنة. قالت على رسلك أبا أمية، ثم قامت وخطبت. خطبت امتى؟ في ليلة الدخلة، خد بالك بقى واخد بالك؟ فقالت على رسلك، ثم قامت وخطبت وقالت أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد أبا أمية إني امرأة غريبة عنك لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. أبا أمية قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وقد كان لي من رجال قوم من هو كفء لي، أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا وملكت فاصنع ما أمرك الله به، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. يا خبر أبيض. أستاذ أحمد وأستاذ محمد، حد فيكم سمع الكلام ده ليلة الدخلة؟ ولا أنا والله يعني سبحان الله. فقال الإمام الشرحبيل بن حسنة قال فأحوجتني والله يا شعبي للخطبة، يعني هي تخطب وأنا ما اخطبش، مش معقول يعني. قال فقمت فقلت أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإنك قد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أما إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. قالت فما تحب من زيارة أهلي؟ شوف الذكاء بقى. قال ما أحب أن يملني أصهاري، ما قالش ما أحبش إن أنا أمل لهم من كتر الزيارة، لا قال ما أحب أن يملني أصهاري، يعني خليهم يخفوا في الزيارة يعني. فاهم إزاي؟ قالت فما تحب من زيارة الجيران؟ قال لها قوم فلان قوم صالحون وقوم فلان قوم سوء، وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. فقال فوالله يا شعبي بت معها بأنعم ليلة ومكثت معها 20 سنة، والله ما شكوت منها إلا مرة واحدة، وأشهد الله عز وجل أني كنت لها ظالما. فقال له الشعبي يا لها من عيشة هانية. وصدق من قال رغيف خبز واحد تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية خير من الدنيا وما فيها وهي لعمر كافية. قد إيه كانت بيوت السلف كانت عمرانة بالطاعة، كانت عمرانة بالإخلاص، كانت عمرانة بالمودة والمحبة، كانت عمرانة بذكر الله سبحانه وتعالى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يا الله، طول الليل قيام وعبادة وبكاء واستغفار وإخبات وخضوع وذل بين يدي الحق جل وعلا ليل ونهار. الزوج ما شاء الله كان هو خارج راح شغله كانت تقول يا عبد الله اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. ولما يرجع من بره تقرأ عليه أو يقرأ عليها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويسألها صليت الظهر ولا ما صليتيش، صليت العصر ولا لا، أخبارك إيه مع الورد مع القرآن مع السنة مع الذكر. كان يذكرها دائما بطاعة الله سبحانه وتعالى. عشان كده كانت البيوت مليانة مودة ورحم وألفة وحب وإخاء يعني فوق ما تتخيل. واقرأ بقى في سير الصحابة والصحابيات تجد العجب العجاب. يعني الرجل له وفر لها مثلا لا ديب فريزر ولا مكيفات ولا ثلاجة 50 باب ولا مش عارف ايه، ورغم ذلك يعني هي العفش كله كان ايه، حتة حصيرة وطشت وحلة وكوز واخد بالك، ويعني كبير قوي مخدتين ومرتبه وحاجه زي كده. فهو ده بقى العفش ده يعني ده الكبير ده العمده يعني. فاهم ازاي؟ وسبحان الله رغم ذلك البيت مليء بالموده والمحبه والرحمه، حتى ان كان بعض السلف كان لا يمتلك الا ثوبا واحدا. تخيل، هو ثوب وزوجته ثوب، وبعضهم كان لا يمتلك هو وزوجته الا ثوب واحد. كان يلبس الثوب ويروح يصلي بيه ولما يرجع يخلعه ويديه لزوجته تلبس تقعد بيه. فتخيل رغم ذلك ما كانت تعيره بأي شيء، وكانت تحبه وكانت تجله وكانت تحترمه وكانت تسمع كلامه وتطيعه. يعني الحقيقة الحال طبعا دلوقتي بقى حاجة يعني رحمه الله عز وجل.
وزي ما قلنا يا جماعة الليلة دي ليلة 27. ليلة 27 اوعى تضيع لحظة في حياتك. سامحني يعني، وهطلب منك بعض الطلبات كده في عجالة سريعة. بالله عليك وبالله عليك اقفل موبايلك، افصل تليفوناتك، خلي حياتك كلها الليلة دي وكل ليالي الوترية خليها بقى إما أن تكون في بيت الله عز وجل، وإما إذا كانت امرأة مش قادرة تروح المسجد أو كده في بيتها وتقفل على نفسها أوضتها كده وتقعد بقى مع القرآن ومع الذكر ومع الدعاء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كتروا من الدعاء ده في الليلة دي بالذات يا جماعة، وادعوا بقى لإخواننا وحبايبنا في فلسطين وفي العراق وفي كل الدول الإسلامية المستضعفة. ادعوا لهم ان ربنا يفرج همهم ويكشف كربهم وينصرهم على أعدائهم، وادعوا ان ربنا يشفي كل مرضى المسلمين ويرحم كل موتى المسلمين، وان ربنا يعلم الجاهل ويثبت العالم وينصر كل المسلمين في بقاع الأرض. ادعوا لنفسكم وادعوا لغيركم وادعوا لأولادكم وولاد المسلمين، ربنا يهديهم ويستعملهم في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. واجتهدوا كثيرا في هذه الليلة. أسأل الله عز وجل أن يغنمني وإياكم ليلة القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.